الاهلي النهارده قدر يكسب سيمبا التنزاني بهدفين مقابل لا شيء. احرز الهدفين السوليه وكهربا، لكن هناك علامه استفهام كبيره جدا على اداء النادي الاهلي، على الدفاع ووسط الملعب. بصراحه الهجوم بيخلص، لكن نص الملعب والدفاع في مشكله. هل يعقل ان فريق سيمبا التنزاني ليه 30 محاوله على مرمى الاهلي في الماتشين، في ماتش تنزانيا وماتش مصر؟ 30 محاوله، ولولا تألق شوبير كان النتيجه هتبقى مختلفه تماما. الاهلي بقاله فتره ما بيلعبش لكن بيفوز، بيعرف يخلص. لكن هتعدي مره وهتعدي اتنين وهتيجي قصاد فريق قوي وهتلاقي الفرص بتترجم لاهداف، وهتلاقي نفسك واخد 5 و6 اهداف. لو فاكرين الاهلي لما لعب البنك الاهلي، والبنك الاهلي حط 4 اهداف لان عنده اللي يخلص. لكن سيمبا كانت مشكلته رغم من الاداء المحترم اللي قدمه فريق سيمبا، لكن ما كانش عنده المهاجم اللي يخلص. ما عندوش المهاجم اللي يخلص. الاهلي عنده اللي يخلص. الاهلي في ماتش الزمالك لعب والاهلي عنده اللي يخلص، فالاهلي خلص وكسب. اللي عمله الاهلي النهارده ان هو عرف يخلص. نص ملعب الاهلي والدفاع فيه مشكله. المفروض كولر يبدا من النهارده يشتغل على النقطتين دول. فريق سيمبا عمل ماتشين كويسين، وعلى فكره المدير الفني لسيمبا مدير فني محترم جدا جدا، ويستحق ان هو يمسك فريق افضل من كده من سيمبا. ولو مسك فريق قوي هيوصل بيه لمراحل متقدمه في افريقيا. تحيه لمدير الفني سيمبا. النهارده شوبير انقذ الاهلي. الفتره الجايه دور الاربعه ودور النهائي، لو الاهلي اخطا الاخطاء اللي بيغلطها دي مش هيعرف يكمل في البطوله. دفاع الاهلي يا عبد المنعم مستمر في الاخطاء وبتعدي كل مره على خير. النهارده في كوره عبد المنعم بيرقص مهاجم سيمبا وخطفها منه، لولا ستر ربنا كانت الكوره داخل الجول. ودي مش اول مره عبد المنعم يغلط ويرقص، بتعدي مره وتعدي اتنين وتيجي مره تغلط وهتتمسك وهيدخل في الاهلي جول بسبب عبد المنعم. في اخطاء بسيطه وساذجه ما تطلعش من مدافع كبير زي عبد المنعم. ربيع عمل اللي عليه النهارده. هاني ومعلول ادائهم ثابت. نص الملعب عندنا فيه مشكله، السوليه كوكا معقول، لكن برضه نص الملعب ما كانش اقوى حاجه. خطوط الاهلي متباعده تماما. هجوم الاهلي مودست كان بيعمل اقصى حاجه عنده، كهربا نزل خلص. حاجه اخيره، مبروك للاهلي، مبروك الاهلي وعقبال اللي جاي ان شاء الله.